النهارده اقولك على حاجات تعمليها لو بتتعرضي لعنف زوجي من جوزك، سواء عنف لفظي او عنف جسدي. ماشي. اول حاجه لازم تمسكي عليه ادله زي صور، شات، تهديدات، صور هو ضربك، صور لكلماته وهو ضربك، صور بتاع ده، فيديوهات مثلا وهو بيشتمك، فيديوهات بتعدي عليكي بالضرب. ماشي. شات واتساب. تاني حاجه تطلبي المساعده من اهلك او من اهله او من جيرانك لو انتي مثلا في بلد غربه. ماشي. انتي مسافره اي بلد، اطلبي مساعده من اهلك او من صديق من جيرانك او من صديقاتك او من الجهات المعنيه بحقوق المراه. تالت حاجه ما تستحمليش العنف عشان اي سبب من الاسباب، عشان خاطر الاطفال او عشان خاطر اي حاجه. ماشي. وما تخربي البيت والكلام ده، بيتك يتخرب احسن ما حياتك كلها تضيع. ماشي. رابع حاجه امتنعي عن العلاقه الجنسيه، ما تمسيش علاقه مع شخص بيعنفك. ما ينفعش اصلا تنامي جنب واحد بيأذيكي. ماشي. ودي تبعيه بعد كده، لو حتى لو انت في بلد غربه. ماشي. سيبي البيت. ماشي. او روحي عند اهلك، روحي عند صاحبتك. اهم حاجه اوعي 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 تنامي جنب شخص آه ضربك او عذبك او هانك، لانه ببساطه في الحياه العاديه ضربك، امال في الحاجات اللي زي كده يعني. ماشي. خامس حاجه بقى، ابدأي باجراءات القانونيه من ناحيه ان انت تعملي فيه محضر، بتاع ده، آه، ترفع عليه قضية خلع، تطلبي الطلاق. ماشي. تروحي الشغل بتاعه تفضحيه قدام زمايله وتقولي يا جماعة الراجل ده عمل فيا كذا وكذا 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 وكذا. تكتبي بوست على الفيسبوك تنزلي فيه صورته، او في جروبات الستات اللي مش عارفة جيرلز اونلي او حاجة زي كده، تكتبي فيها حكايتك، تحطي فيها صور، بحيث ان هو ممكن يسيبك يروح يلف على واحد تانية غيرك، وبالتالي انت انقذتي نفسك وفضحتيه. ماشي. سواء في شغله او على السوشيال ميديا، وانقذتي واحده تانية غيرك. ماشي. انت بتروحي تفضحيه في الشغل، زمايله بقى اللي تلاقي ممكن واحده مثلا معجبه بيه ولا حاجه، واحده مجنونه معجبه بيه، فتعمل ايه؟ فتفضحيه بحيث ان ايه، ان مراته ده هي ما ت- ايه ما ت ما بتاع ده، ما ايه الست الجديده اللي هو هيروح لها دي ما تتخدعش فيه. وطبعا ما تديلوش فلوس، ما تشاركوش في اي حاجه، اقول لك فلوس نعمل مشروع، فلوس نجيب شقه، فلوس مش عارفه ايه، فلوس مش عارفه ايه. اوعي تديله فلوس، اوعي تشاركيه في اي حاجه، وامني نفسك من الاول. ماشي. وخدي وسيله منع حمل اول الزواج. ماشي. 3 4 سنين كده لحد ما تستوي امورك. ماشي. وبعد كده آه شوفي الحياه هتبقى عامله ازاي، لكن اوعي تروحي تخلفي على طول اول الجواز، يعني ده شيء صراحه بوهومي جدا. ماشي. آه ولو بتعرضي لعنف او اي اذى من زوجك، اوعي اوعي تروحي تجيبي اطفال. اوعي اوعي خدي وسيله منع حمل ارجوكي. ماشي. وجهزي شنطه للطوارئ في اي وقت لو مش موجود حبيتي تهربي. وهو نايم مثلا يكون فيها ورقك، ويكون فيها فلوس، ويكون فيها مثلا باسبورك لو انت مسافره، يكون فيها كل حاجه، وهدومك طبعا. ما تسيبوش اي حاجه، ولو في فلوس خديها كله خديه. ماشي. وسيبي بقى شقه وامشي. ماشي. المفروض ان انت تعملي كده من الاول، مش لما تتعرضي كمان لعنف. وتلحقي كرامتك من الاول، وتلحقي نفسيتك من الاول، لانك انت ببساطه لو انت ما عشتيش بامان وما عشتيش بكرامه مش هتعرفي تعيشي. الست عباره عن كرامه. ماشي. فالست تتنازل عن كرامتها ابدا. ماشي. ومن حقك تعيشي بامان، ومن حقك ما تسمحيش بالعنف. ماشي. ومن حقك تعيشي بكرامه، ومن حقك تعيشي وانت مرتاحه مش مهدده وخايفه لحسن يضربك، او خايفه لحسن يأذيكي نفسيا، خايفه لحسن كمان يقتلك. دلوقتي الموضوع بقى يوصل للقتل. ماشي. فما تسمحيش بالعنف. ماشي. كرامتك اولا. بس كده. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمكم ويحفظكم كلكم. كل واحده من حقها تعيش بامان. مع السلامه.